السلام عليكم. تلاحظوا معنا في هذه الماده الاعلاميه، هذه وقفه على الطريق السيار في منطقه الصعادله اللي كتبعد بين هذه المنطقه هذه ومنطقه مدينه اسفي 17 كيلومتر. هذه المنطقه هذه ديال الصعادله اللي كمر بها الطريق السيار اللي خاضعه اقليميا لمدينه الاقليم اسفي. كتلاحظوا هنايا ما يسمى بالخزانه اللي هي موضوع هنا كفضاء الاستراحه للنشاط النضالي ديال هذه المجموعه ديال السكان دوار الصعادله. هذه المجموعه الساكنه ديال الصعادله اللي كتحتج على التهميش اللي طالها وعلى العزله اللي ولات عندها، رغم انه بالمنطقه مر طريق سيار واللي كان منتظر منذ الكثير انه يفك العزله ونسام تنميه المنطقه، فاذا به الامور تجري بالعكس، مكان مرتجى. وهاد الناس كيطالبوا بفك العزله عندهم باعتبار ان طريق سيار قطعهم على الاراضي ديالهم، قطعهم على الابار ديالهم، قطعهم على المدارس اللي كيقرا ابنائهم، قطعهم على بزاف ديال المناطق. فاذا بالانسان خصو يضرب واحد ما مجموعه جهة وذهابا للمنطقة اللي كتفصلوا بينها وبين هنا، مثلا بينه وبين الواجهة الأخرى 100 متر، صفت كتفصلوا بينه وبينها 16 كيلومتر، 8 كيلومتر ذهابا و8 كيلومتر مجيئا. هاد الناس اللي كان لازم معهم السلطات المحلية والجهات المعنية، وعلى رأسها السلطات المحلية متمثلة في عامل الإقليم والشركه اللي مكلفه بالمشروع هنا، او من وزاره التجهيز، على اساس انه وتمم العمل ديالهم بمحضر، على اساس انه الناس غتلبى لهم المطالب ديالهم والملتمسات ديالهم يتقدموا بها. واذا به الملف تاعهم لا زال تراوح المماطله والتسويف، وما كاينش شي حل قريب لا من قريب او من بعيد لهذه الساكنه هذه. والان كينفذوا الشكل ديالهم هذا بشهر رمضان، وكيف الاعتصام ديالهم كيعلنوا انهم لا تراجع ولا استسلام حتى تحقيق مطالب، وكيبقى معركتهم اولا واخيرا عنوان وحيد واوحد اللي كيعنونها هو ما لا ياتي بالنضال سياتي مزيدا من النضال. وهم الان كما كتلاحظوا معنا مجموعه ديال الاليات اللي هنا ولات هنا مستوقفه كشاحنات استخراجيه المحمله بالاسمنت المسلح، اللي كانوا جايين هاد الناس تاع الشركه يوضعوه على الجنبات ديال الطريق السيار لتثبيت الجوانب طريق السيار كدعائم. وكنلقاو هنا اليات ديال الرفع والحفر، وكنلقاو هنا السيارات النفعيه اللي فيها المسؤولين ديال الشركه المكلفه.